السلام عليكم عشاق ومحبي مولودية الجزائر لمواكبة أحدث وأهم التطورات بشأن كرة القدم الجزائرية وخصوصا ناديكم العميد. قمنا بإنشاء قناتكم على تليجرام، الرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو. وبالانتقال للحديث عن الغريم فاسال الليبيري الذي واجه أمس الشرطة العراقية وديا. وفي التفاصيل، يواصل نادي فاسال الليبيري منافسات ودية منافس مولودية الجزائر في الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال أفريقيا من تحضيراته، ويخوض مباريات ودية أمام نوادي قوية. فبعد أيام من مواجهته ودية لنادي سيمبا التنزاني في مباراة انتهت بالتعادل لهدف لكل مثله لكل نادي، دخل نادي فاسال في تربص بمصر، وواجه أمس الأربعاء وديا نادي الشرطة العراقي الذي يستعد بدوره لدخول غمار دوري أبطال آسيا، حيث برمج هذا اللقاء الودي في ملعب بيراميدز ستاديوم بالقاهرة. وأكد نادي فاسال الليبيري عن طموح كبير في صنع المفاجأة في رابطة أبطال أفريقيا هذا الموسم. لذا على مولودية الجزائر توخي الحيطة والحذر، وأخذ مواجهة فاسال المبرمجة على محمل الجد والاستعداد والتجهيز لها بأقصى وأقوى الإمكانيات، لأن الفريق الليبيري يجهز نفسه بشكل قوي وجيد لهذه المباراة.